السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة كده هعمل معاكم أكلة اقتصادية وسهلة جدا. بنعملها وقت الزنقة، بس أكلة برضو شتوية ومفيدة جدا وحلوة جدا وهتعجبكم. قبل بس ما ندخل الفيديو نصلي على النبي، ومتنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش. هنا أنا هعمل معاكم رز بالبسلة. تمام. على بعض كده، تمام. مش عارفة بقى بتسموها مدفونة، بتسموها ايه، مش عارفة. وهعمل سلطة خضراء. جبت معايا بصل كده فرماه في الكبة، وحطيت حلة على النار. حطيت فيها شوية زيت ونزلت بالبصل. تمام. البصل ده عايزاه يغمق معايا زي الرز بتاع السمك كده. تمام. متشكرة جدا على تعليقاتكم الجميلة، والناس اللي دخلت لي جديد ان شاء الله فيديوهاته تعجبكم ويكون عند حسن ظنكم. هنا بقى البصل ده انا هغمقه، بس هفضل اقلب فيه، مش هسيبه عشان خاطر ما يتحرقش مني. عايزاه كله ياخد لون واحد. تمام. الاكله دي طبعا اقتصاديه جدا، ممكن نعملها بالبطاطس وممكن بالبسله، يعني ممكن بدل ما نحط البسله نحط مكانها بطاطس. خلاص ابتدى يغمق معايا اهو. خلاص انا بقى كل شويه يعني اسيبه واقلب فيه تاني، يعني بس ما بمشيش من جنبه يعني. واكون غاسله الرز ومشغله الغلايه، عايزه ميه سخنه. تمام. خلاص بعد ما يغمق معايا البصل نزلت بالبسله. هشوح فيها الاول كده مع البصل. خلاص. بعد كده هنزل عليها بملح وفلفل اسود بس. شوية ملح وشوية فلفل اسود. وهديها برضو تقلبتين. الاكلة دي طبعا شتوية بتدفي في الشتاء. تمام. يبقى انا كده حطيت البصل غمقته بالشكل ده في الزيت، وبعد كده نزلت بالبسلة، وبعدين حطيت ملح وفلفل اسود بشوح فيهم شوية كده. خلاص. هبشر بقى طماطمايه كبيرة. هبشرها وهنزل عليها. اهي. الطماطم دي انا بشراها، يا اما بتضربيها في الكبة اي حاجة. هنزل عليها كده برضو، هشوح فيهم شوية واسيب الطماطم تتسبك مع البسلة. يعني انا هسيبها شوية، هغطي عليها الحلة بس واسيبها الطماطم تتسبك بس شوية مع البسلة كده. وهتشوفوا شكلها دلوقتي. اهي. انا في الوقت ده انا غطيت عليها شوية وسبتها كده اتسبكت. شايفين شكلها عامل ازاي؟ يبقى انا شوحت شوية في البسلة، وبعد كده نزلت بالطماطم، وبعدين غطيت عليها الحلة سبتها تتسبك الطماطم. بعد كده ده كان شكلها، نزلت بقى بمية مغلية. طبعا مش بزود المية قوي عشان خاطر الرز ما يبقاش معجن معايا. انا بحط شوية مية بس. وهغطي عليها الحلة وهسيبها تغلي. اول ما تغلي هنزل بالرز. احتجت بقى مية تاني للرز هزود تاني مية. ما احتجتش يبقى خلاص. بس اهم حاجة ما تبقاش المية زيادة. خلاص اهي المية بتغلي اهي. هنزل بقى ايه بكمية الرز اللي عندي. وبعدين هشوف لو محتاجة شوية مية هزود لها شوية مية. خلاص هقلب بقى كله كده مع بعضه. وهغطي عليها الحلة وهسيبها
طبعا اول ما يغلي كله مع بعضه هوطي عليها النار وهسيبها لحد ما تستوي سوى الرز العادي خالص. زي ما قلت لكم الميه ما نحطش كتير، هنسيب بس يعني هنحط شويه الميه بعد ما نحط الرز لو احتاج. لو شايفين ان الميه قليله بنزود تاني ميه. انا هنا حطيت شويه ميه صغيرين مش كتير. خلاص هنا كان خلاص دخل في السوا. هبتدي بقى اوطي عليه النار. اول ما غلي وطيت عليه النار هديله بقى تقليبه علشان خاطر البسله اللي على الوش دي تدخل جوه، يبقى كل الرز زي بعض. وهسيبه بقى يكمل سوا وبعدين هغرفه معاكم. يا رب الاكله النهارده تعجبكم. خلاص انا هنا اهو غرفته واستوى وجميل جدا وكان مفلفل وعملت شويه سلطه خضراء. ان شاء الله غدا النهارده يعجبكم وجربوها. هتعجبكم جدا. ما تنسوش بس اللايك وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.